عليكم، شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم أخوكم منتظر بعد غياب دام تقريبا سنتين، يمكن سنتين إلى سنة ونص. المهم طبعا هذا الغياب صار بسبب ظروف والهواء شوي خفت عن القناة والتصوير، بس هسه رجعنا إن شاء الله بمحتوى جديد ومحتوى يفيدكم ومحتوى يفيدنا أنا يعني، ويفيد تقريبا الشباب، يعني مستهدف الشباب بهذا المحتوى اللي طرقت له أو حبيت أسويه لكم. هو محتوى نوعا ما توعوي، راح تعرفونه بالفيديوهات القادمة، بس هي بحوثات علمية. يعني مثلا أتطرق لموضوع يجي ببالي أو أحد المتابعين يسألني إياه بالتعليقات، راح أخذ هذا الموضوع وأسوي لي بحث وأجي ألقى عليكم البحث وأطرح عليكم البحث. يعني نجي لموضوعنا أو بحثنا لهذا اليوم. طبعا البحث هذا اليوم سويته لأن شفت مثل ما قلت لكم بالمقدمة الشعب العراقي أو الشعوب أو يعني أنا مركز قلت لكم عليه أكثر شيء للشباب، يعني مبتعدة عن الدين، مبتعدة عن الثقافات، مبتعدة عن التراث، مبتعدة عن حتى عن عادات الأجداد والآباء. طبعا البحث هذا اليوم ليش سويته وشنو مستهدف أكثر شيء؟ قلت لكم مستهدف الشباب ومستهدف أيضا الشعب العراقي بالأخص. يعني أكثر شيء أنا أنتقد الشعب العراقي بمقاطع أو بقنواتي، يعني مو الشعبين أكثر شيء. يعني مثلا أنا عراقي سوى مقاطع السعودية، ليش سوى مقاطع لفلان دولة؟ ليش مستهدف العراقي؟ لأن به هواي أخطاء بالشعب. يعني نقد بناء نقد بناء اعذروني طبعا من زمان ما مصور، يعني كان توني بديت باليوتيوب ما أدري شنو السالفة. ترى الشاب العراقي يحافظ على هويته والثقافية وفي ظل هذه التأثيرات. شنو هي التأثيرات؟ يعني انتم جاي تشوفون اليوم الشعوب قاعد تصير بيناتها صراعات، عدم تطابق الآراء، هاي أبسط شيء. يعني مثلا صراعات بين العقائد، صراعات بين الشعوب والعنصرية أيضا وعدم التعاون. بهاي الظروف خاصة العراق، بهاي الظروف اللي يمر بها العراق من حروب وصراعات سياسية، الحفاظ على الهوية أمر صعب جدا. ومع الانفتاح اللي صار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، صار من السهل أن الشاب يتأثر بالثقافات العربية أو الحديثة والثقافات البيئية أبسط شيء. والنتيجة هذا ايش راح يسوي؟ راح يضيع جزء من ثقافته أو جزء من هويته الثقافية العراقية. انتم شايفين هاي أكثر شيء عندنا قاعد تصير بالسوشيال ميديا. يعني يوميا طالع لنا واحد شكل. بسبب هاي التأثيرات أكو عدة طرق حتى ممكنة حتى الشاب يقدر يحافظ على هويته العراقية أو على هويته يعني أو على الطريق الصحيح. أيضا الشباب العراقيين تساعدهم هاي السوالف على الحفاظ على هويتهم الثقافية العراقية الأصيلة، العراقي الميع الخاوي. عندنا أول نقطة دراسة التاريخ والثقافة العراقية. إذا أنت ما تحب التعليم ما تحب الدراسة، المقطع هذا مو لك، لأن هذا المقطع مليء بالدراسة والبحوثات. يعني هاي ضمن نوع من أنواع الدراسة يعتبر. يعني سجلوا هاي المعلومات يمكن تفيدكم باكر، يمكن تسوون قناة مثلي ويمكن تصير عندكم بحوثات ويمكن تسوون هذا البحث وقناتكم. نعم جيد متابعين شنو هذا يعني أسلوب مختلف. المهم الشعب العراقي لازم يعرف تاريخ، لازم يعرف ايش صار بماضيه، لازم يعرف شكو ماكو، لازم يعرف اجداده شلون عاشوا، لازم يعرف هاي السوالف كلها. فانت مال والله انا ما بيح اقرا التاريخ، والله انا ما بيح اسوي هاي، والله ما بس لك بيك حيل تقلب على التيك توك وبيك حيل تحش بفلان وبيك حيل تجيب طار اعلان بالعاطل، بس باي لك بيك حيل. طبعا عزيز الوعي بالتراث والتاريخ. الشاب العراقي يعني لازم قلت لكم يعرف بلده وحضارته العريقة، وقد يكون عنده فكرة عن الحضارة ويكون عنده فكرة عن تاريخ العراق وماضيه، أيام السومريين والبابليين واللي مر به العراق. وما يعرف الشاب هاي الأمور صايرة بتاريخ بلده.
وأكو ناس ما تعرف هاي الأمور. راح يشعر أكو إحساس بالفخر هنا، يعني هذا الشيء يشجعه ويثبته على أنه يبقى عنده هوية عراقية، يبقى عنده وطنية. فهمت شلون؟ زين، خلصنا من هاي النقطة. الناس بتسمع بالعادات والتقاليد، والله شلون هاي مال إذا الاستكان ناقص، هاي السوالف هاي مال الفارغين. هاي مو عادات وتقاليد، يعني هي يسمونها عادات وتقاليد بس هي هاي مو عادات وتقاليد العراقيين ولا عاداتنا وتقاليدنا مال أيام قبل. العادات والتقاليد مثل يعني الشعب العراقي مليء كلش بالعادات والتقاليد. اكو عندنا عادات وتقاليد تميز العراق عن باقي الدول وعن باقي الشعوب، واحنا نفتخر بها هاي العادات والتقاليد، وابرزها هي الاحتفالات الدينية وعاشوراء والمناسبات الأخرى. مثل اللبس، يعني حتى بلبسنا احنا مختلفين، أو العرب بالأخص يعني بلبسهم مختلفين. واللبس يا أبوي، اللبس أهل الطافر حبايبي كراعاتكم ضمها. بوقتنا هذا صار يعني شبابنا ما شاء الله كله يعني طافر ومطلع كراعات، يعني هم حرام وهم ما مرتب وهم عيب وهم يعني مطلع كراعاته كلمة. ترى ما يحتاج، ترى عادي يعني، ما بيه شيء ينزل البنطلون خليه حد واحد يا أخي عادي، لا تخليه طويل ولا تخليه قصير واصل للركبة.